السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. الريفيو النهارده معانا أو الإعلان النهارده معانا أو العرض بتاعنا النهارده عن عربية نمرة 1 في فرنسا، الأكثر مبيع في فرنسا، العربية العائلية، العربية اللي كلها كماليات، العربية اللي هي طول بعرض بارتفاع بكماليات كتير بأوبشن كتير بسيفتي كتير. ايه العربية دي وايه المواصفات بتاعتها وايه الكماليات بتاعتها وايه البيانات بتاعتها؟ هنعرف كل حاجة عنها وهنشوف كل حاجة فيها وهنعرف كل المعلومات عن العربية والعربية فيها ايه، وهنتفرج على كل جزء فيها وكل سنتي فيها، وهنخش اوضة الصالون واوضة الموتور واوضة الشنطة وهنشوف كل جزء فيها سنتي سنتي جزء جزء. بس قبل اي حاجة هنعرف شوية معلومات سريعة كده عن العربية والعربية بتتميز بايه. العربية معانا النهارده 1600 سي سي تربو، 16 صباب، 4 سلندر، نظام الدفع دفع امامي، 163 حصان، عزم اقصى الدوران 240 نيوتن متر، السرعه القصوى 210 كيلو، التسارع من الصفر لل 100 كيلو 8.7 ثانيه. تسارع كويس مع بادي العربيه، مع عربيه عائليه 7 راكب. استهلاك متوسط استهلاك البنزين بتاعها في ال 100 كيلو 6.8 لتر. برضو استهلاك كويس جدا مع تسارع كويس جدا مع طول حلو العربية مع عرض العربية مع ارتفاع العربية مع كل جزء في العربية. العربية منسقة وانسيابية. الفرنسويين عودونا دايما ان العربية بتبقى مليانة كماليات، مواصفات كتير، اوبشن كتير. ايه كمان في العربية؟ العربية مزودة بفتيس 6 سرعات، جنوط رياضية 17 بوصة، طول العربية 4602 ملم، عرض العربية 1826 ملم، ارتفاع العربية 1644 ملم، وزن العربية فاضي 1430 كيلو جرام. تسارع وتواسط وتوازن وستابيليتي وسيفتي. العربية مليانة حاجات ومليانة كماليات. هنفتح العربية وهنشوف صالون العربية وشكل العربية والعربية بتتميز بإيه. يا رب ما نكون بنطول عليكم، يا رب بنوصل لكم المعلومة كاملة، وسامحونا لو طولنا لأن العربية النهاردة معانا عربية عائلية وعربية كبيرة، كمالياتها كتير، مواصفاتها كتير، كل حاجة فيها كتير بصراحة. العربية مزودة بإيرباج تابلو، إيرباج قوايم، هنحاول إن احنا نوضحها معانا زي ما احنا شايفين. سماعات أمامية في البيبان، أماكن تخزين أكرة نيكل، فريم للمقبض القفل الباب، تحكم في الإيرباج التابلو زي ما احنا شايفين أو بنحاول إن احنا نوضحه معانا. تابلو العربية نسينا نقول العربية صيانتها كلها من الزيرو لغايه الكيلومتر كلها وكيل. كتالوج العربيه، صاحب العربيه الاولاني المالك الاساسي كان محافظ على العربيه قوي وبيستخدم العربيه استخدام جميل ونظيف، محافظ عليها لحد ما. العربيه بحاله الزيرو، العربيه فابريكا بره وجوه. بنحاول ناخد بصه سريعه عن العربيه وعن دواخل العربيه. ستيكر الفابريكا مدون عليه بيانات العربية، رقم الشاسيه. مساحة العربية، مساحة الصالون مساحة واسعة قوي جميلة جدا، يعني اللي يقعد ورا بيقعد مستريح جدا. المساحة ما بين الكرسي والكنبة الخلفية مساحة كبيرة جدا. عندي رف لاستخدام الراكب الخلفي في الكرسيين الورانيين، مكان للكان، مكان لكوبايه لازازه الميه، معايا ساندوتش، معايا اي حاجه بحب استخدمها بحطها معايا على الرف دون. ايرباج في الكراسي. زي ما قلنا العربيه فيها وسائل امان كتير جدا، بنحاول واحده واحده نشرحها مع بعضينا ونوصل المعلومه كامله. وسامحونا لو قصرنا في حاجه وسامحونا في الاطاله. عندي ستاير خلفيه لا تحجب الرؤيه،
اماكن تخزين في الجيب في الباب الوراني. قلنا سماعات اماميه وسماعات خلفيه. العربيه مزوده بروف راك على السقف، ازاز فاميه. جنود زي ما احنا قلنا رياضيه، 17 بوصه 2 لون. العربيه مزوده باضاءه 3 دي ثلاثيه الابعاد، بنحاول نوضحها معانا حتى في التصوير. العربيه كشكل واداء جميل جدا. الفرنساوي دايما عودنا ان العربيه بيبقى كمالياتها كتير، الشكل الجمالي بتاعها جميل. يعني فرنسا اساسا بتتميز او مشهوره بموضوع الجمال في كل حاجه. عندها ستاره خلفيه بتحجب المساحه ما بين الصالون وما بين الشنطه. مساحه الشنطه كويسه جدا، مساحه بتستوعب 642 لتر، مساحه كبيره للي بيدور على مساحه شنطه. عندي مكان للكراسي الخلفيه السبع راكب اللي هو الكراسي الاضافيه. ده كرسي، والناحيه الثانيه كمان كرسي زيه لو انا عايز استخدم العربيه 7 راكب او 5 راكب. عندي الشنطه مشتملات المرور، طفايه الحريق ومثلث الاسعاف شنطه الاسعاف ومثلث الطوارئ. العربيه مزوده بتكييف خلفي زي ما احنا شايفين، بسماعه سقف خلفيه. بنحاول نوصل كل حاجه وكل جزء في العربيه. شفنا العربيه من الجنب اليمين، شفنا العربيه من زاويه الشنطه. العربيه مزوده بكاميرا خلفيه، سنسور بارك خلفي، فوانيس ضباب او فوج لايت خلفيه. زي ما احنا قلنا العربيه فابريكا بره وجوه، صيانتها كلها وكيل. عربيه مزوده بسبويلر خلفي على الشنطه، بفانوس ستوب وعاكس في السبويلر. اريال سقف، زي ما احنا قلنا سي 4 جراند بيكاسو. العربيه النهارده اللي معانا اللون بتاعها مميز، الازرق البيبسي في اللون السيلفر اللي ماشي مع القوايم مع الروف راك. خدنا الخلفيه من الجنب اليمين وهناخد بصه عن الجنب الشمال. عندي الكراسي الخلفيه دي كلها بتتحرك. لو انا حبيت ان انا اطوي الكراسي دي بقى عندي مساحه شاسعه للشنطه. زي ما احنا قلنا ان في ستاير خلفيه موجوده في البيبان الخلفيه لا تحجب الرؤيه. برضو نفس الرف اللي موجود الناحيه الثانيه. قلنا ايرباجات في الكراسي، ايرباجات في التابلو، تكييف خلفي غير التكييف للكراسي الخلفيه بتاعت السبع راكب. في اماكن كمان تخزين في ارضيه العربيه بنحاول ان احنا نوضحها معانا في الجنب اليمين والجنب الشمال. لو نسينا نوضحها او نوريها بنحاول ان احنا نوضحها معانا في التصوير. يا رب يكون واضحه معانا. مساحه العربيه، اداء العربيه كويس مع طول العربيه مع استخدام او استهلاك البنزين بتاعها. العربيه مرايات ضم، ايرباج، اي بي اس، مفتاح رباعي الازاز. زي ما احنا قلنا المرايات ضم. طبعا مش اي استخدام او اي تواصل مع العربيه مش هينفع الا لما ندور العربيه. التحكم في الاضاءه الخارجيه بتاعت الفوانيس الخارجيه. ستيكر وبيانات ضغط الكاوتش بتاع العربيه. بنحاول ناخد بصه سريعه عشان ما نطولش عليكم ويبقى الفيديو طويل والناس تزهق مننا. هنركب العربيه وهندور العربيه وهنشوف شكل العربيه وشكل العدادات. بس قبل اي حاجه هناخد شويه حاجات كده سريعه او شويه معلومات سريعه. العربيه عندي مزوده باير باج طاره كمان. عربيه فول مالتي فاكشن. التحكم كله كامل من عندي من الطاره. عندي شفتات للفتيس.
هندور عربيه ونشوف عدادها ونشوف شكل العدادات. شاشه 7 بوصه مع عدادات ديجيتال ذكيه، كمبيوتر رحلات، شاشة عرض البيانات بتاعت العربية لو عندي باب مفتوح، شنطة مفتوحة، عندي سنسور للمطر، العربية مزودة بسنسور مطر، عندي مراية صالون وعندي مراية إضافية للصالون، دي المراية الخلفية بتاعت العربية ودي مراية صالون. تعليمات وإرشادات الإيرباج، العربية مزودة بمراية في الشمسية، وعندي إمكانية إن أنا أوسع الإزاز أو المكان بتاع الشماسه بحيث ان البرابريز القداماني كله عندي يبقى بانوراما. عندي مكان هنا اليو اس بي، وفي مخرج 12 فولت زي ما احنا شايفينه، وفي مكان للاي يو اس. بنحاول ان احنا نوضح معانا، يا رب نكون التصوير باين. وفي اضاءه هنا داخليه كده، نورنا كل حاجه بيتهيألي بانت على كل، يعني بانت اكتر. اماكن تخزين في العربيه كتير، في مكان برضو تخزين هنا. عندي مخادع للكراسي الاماميه. شكل العربيه، استخدام العربيه، عندي بعض ملصقات اللزق الفابريكا لسه موجود زي ما هو على القوايم، بنحاول نوضحه مع الارباجات المدعومه في القوايم. بيانات كماليات العربيه كتير، مواصفات الامان فيها كتير. العربيه مدعمه بطاره جلد هاندي ميد. شكل الفتيس بتاعها مختلف تماما عن العربيات العاديه بتاعتنا، يعني الفتيس بتاعها في الدركسيون، منظر الفتيس بتاعها زي ما احنا قلنا. في كاميرا خلفيه كمان، دي الكاميرا الخلفيه. الشاشه بتاعتنا مدعمه بكار بلاي، وفي جي بي اس للعربيه، ستارت انجل زي ما احنا قلنا. هنبطل العربيه ونفتح اوضه الموتور وناخد بصه سريعه عن اوضه الموتور. زي ما خدنا بصه عن كماليات العربيه ومنظر العربيه من جوه ومن بره، هنبص على الموتور بتاع العربيه. لو نسينا قلنا اول في الاعاده افاده العربيه مزوده بازاز فاميه، اشارات مرايات ضم زي ما احنا شايفين. لو قفلنا العربيه المرايات بتقفل لوحديها. قلنا الفوانيس ليد اماميه ثلاثيه الابعاد 3 دي فوج لايت، طبعا ارباجات اي بي اس، وسائل الامان كتير، السيفتي فيها كتير، الامان فيها كتير. هنفتح الكبوت وهناخد بصه عن شكل الموتور. ال 1600 تربو، عربيه مزوده معانا بفتيس 6 سرعات زي ما احنا قلنا. سيارات العربيه كلها وكيل من الزيرو للكيلومتر بتاعها. العربيه عامله حاجه و90,000 بالظبط، او 90,000. ما شاء الله على العربيه، ما شاء الله على كمالياتها، ما شاء الله على مواصفاتها. الكبوت عندنا مبطن بعازل حراره. ما عنديش اي، الحمد لله، تسريب زيت، ما عنديش اي حاجه. العربيه مصينه بالكيلومتر الاخير بتاعها. شرفنا بيكم، شرفنا بمشاهدتكم، شرفنا بمتابعتكم لينا. يا رب نكون وصلنا لكم معلومه كامله. سامحونا في الاطاله، سامحونا لو قصرنا في اي حاجه. بنكبر بيكم وبنكبر معاكم، وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل بفيديو احسن، بتصوير افضل، بتعليق اوضح. والسلام عليكم ورحمه الله.